بمزاجك غصب عنك انت لازم تبقى اقوى من النسخه اللي قدامك. بمزاجك غصب عنك انت لازم تشتغل في احسن حته، لان ده المكان اللي انت تستحقه. ولو انت مدي لنفسك اعراب اقل من كده فانت بتعمل غلط في حق نفسك. لازم تدي لنفسك مكان اكتر من المكان اللي موجود عندك. وصدقني والله الموضوع مش بالكلام، انا صادق مع حضراتكم. الحياه صعبه والمشاكل كتير والضغوط اكتر واكتر، بس انت اعظم من اعظم مشكله موجوده في حياتك، اقوى من اقوى ضغوط موجوده في حياتك، اقوى من اقوى ابواب مقفوله قدامك. بس اطلق لنفسك العنان، ادي لنفسك الفرصه دي واتفرج على نفسك هتعمل ايه. بيبقى واحد امي ما بيعرفش يقرا ولا يكتب ويبقى رجل اعمال عشان عنده اراده وعنده حافز، ما بالك بقى وانت قاعد قدامي وانت متعلم ومصروف عليك. عشان كده غير الكلام اللي انت بتعمله ده. حب ايه ونيله ايه وبحب وقلبي واجعني واصحابي مش عارف مين قاليش ايه وعمل لي ايه، كلام فارغ. حياتك هي رقم واحد، وانا بقول لك اهو حب نفسك.